السلام عليكم. عايزه اقول لكم بقى، تعالي هاتي المكسرات اللي عندك وهنعمل احلى جلاش بالمكسرات. عايزه اقول لكم بقى، وهي طالعه مني من الفرن ما قعدتش، اتاكلت في ثواني. بس الحمد لله الحمد لله، وانا بطلعها راحت واقعه اللون، هي كانت واخده لون واحد من فوق كده. الحمد لله اتكسرت شويه. اول حاجه هنحضرها وهو الشربات، هنحط كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه، وعندي نص ليمونه. لازم الشربات يبقى عندك تقيل وبارد. تاني حاجة عندي نص كيلو من الجلاش. هنمسك الجلاش بتاعي وهنحط الصينية كده فوقيه عشان هقيسها على قدها. لو انت عندك الصينية اللي هي المطاولة دي، اللي هي الطويلة دي، ما تقصهيش، بس انا حبيت ان انا اقصها عشان احطها بالظبط كده فيها. معايا كده نص كوباية من السمنة، سيحتها وسبتها تبرد شوية. همسك الصينية بتاعتي وادهنها كويس بالفرش. همسك بقى الجلاش وابتدي ان انا اقسمه لاتنين. النص الاولاني هبتدي ان انا اخده رقين كده، رقين كده، وابتدي ان انا ادهنه بالسمن. لو انت عايزه تدهني اللي هو راق وحده، ادهني راق واحد يعني، مفيش مشكله خالص. بس اهم حاجه وانت بتحطي الرقات شبعيها من السمنه، تمام. بس انا كنت بعمل كل رقين عشان ابني، يعني هو لسه عنده 7 شهور مطلع عيني، فانا بعمل الحاجات دي بالعافية جدا. والله العظيم كان عمال يعيط وتعبان، مكنتش قادرة. الحمد لله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله، وشجعوني كده ماشي. هبتدي ان انا اوسع السمنة بتاعتي بالشكل ده. معايا بقى مكسرات سوداني ومكسرات تانية كده مجروشة وزبيب، ومعايا نص يعني معايا كده جوز الهند. هبتدي بقى ان انا اوزع كده، يعني كل حتة كده في الجلاش ابتدي ان انا احط لها اوزعها كويس كده، يعني كل حتة تاخد ايه تمامها يعني. ابتدي ان انا احط المكسرات المجروشة والزبيب. هجيب بقى النص التاني من الجلاش وابتدي ان انا احط كل رقين وادهن بالسمن. اهم حاجة تمشي على الخطوات دي، هيطلع معاكي مورق وهيبقى زي العسل. من كتر ما هو كان مورق معايا ما استحملش، يعني انا مش عارفة ازاي وقع مني، بس الحمد لله كان اللون موحد وهو طالع من الفرن وكان جميل جدا. هتبتدي بقى ان انت لما تيجي تحطيه في الفرن، حطيه في الرف اللي في النص. اول ما يبتدي ياخد معاكي وش كده من تحت، هتولعي بقى الشواية عشان ياخد وش من فوق، وتابعيه يعني ما تحطوش في الشواية وتسيبيه، لا تابعيه. هبتدي ان انا اقطعه قبل ما يحط الفرن، لازم تقطعيه قبل ما يتحط في الفرن. هبتدي اقطعه بالشكل ده كده، طبعا التقطيع اللي انت عايزاها. انا بقى حبيت ان انا اقطعه بالشكل ده كده، وهو ده الشكل اللي انت هتشوفوه. زي ما قلتلك هي وقعت مني الحمد لله، هي كانت موحدة جدا، هي دي التقطيع كانت موحدة معايا في اللون، كانت واخدة كلها لون واحد كده، اللون اللي هو الذهبي ده. بس الحمد لله. لو عجبك الفيديو يا قمر ما تنسيش تعملي بقى لايك. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.